لكل واحد بيحب انمي قاتل الشياطين عملت لك ملخص للموسم التاني. انا عارف انه اتهرس كتير بس انا بقدمه بطريقه مختلفه. ركز بقى معاه كويس لان اللي جاي مش لاي حد. وبننهي الموسم الاول لما الغراب يروح يديهم مهمه جديده ويقول لهم يلا بقى يا باشا انت وهو على ايه، على قطار موجن. فيروح مين؟ تانجيرو اينوسكو وزينوتسو يروحوا على قطار موجن. علشان ايه؟ علشان في شياطين هناك. ده كان نهايه الموسم الاول. يلا بينا بقى نبدا نشوف الموسم التاني بيحصل فيه ايه. الموسم التاني بقى بيبدا بدايه حماسيه. الكمثري راح بيلف زي ما بيلف على تذاكر، فجاه لقى اللمبه بتشوش، حد جه خطفه، اتكل على الله. بنبدا بقى بايه؟ واحد من قاتلي الشياطين من الجيش يعني، ولا مش عارف بنقول عليهم ايه، راح لهشير الله لقاه بياكل مكرونه بالصلصه. قال له هشير، قال له بس مفيش كلام على طعام، اكل. نزل له هنا واحد بس مكرونه بالصلصه، وفعلا قعدوا ياكل. قال له انت خير في ايه؟ قال له احنا سمعنا ان في شيطان في قطار موجن، محتاجين نروح نشوف ايه القصه. قال له طب خلاص نخلص اكل ونتكل على الله. هيروح المحطه هو والواد اللي معاه، هيلاقي ست كبيره كده وعيله صغيره، فبقول لها حاجه ما شفتيش شيطان معدي من هنا؟ قالت له شيطان ايه يا ابني؟ مفيش الكلام ده. قال لها ما تخافيش انا جاي اساعدك. تقول له بس كده بقى؟ ففي فعلا شيطان. قال لها طب خلاص ما تقلقوش انا هتولى الموضوع ده. المهم وهو ماشي راح مشتري الاكل من البيت كلها. الظاهر كده ان الهشيره ده مفجوع، بس ما عندوش كرش. قال كتير وما عندوش كرش. المهم اشترى الاكل كله، شايل الواد اللي معاه الاكل كله. الواد طول ما هو ماشي، ده انا لو شيال في محطه مصر مش هشيل الشنط دي كلها. قال له خدها وروح اتعشى انت واصحابك. وهو برضه خد كميه وقال يروحوا فين؟ على محطه الصيانه. بس دخل بقى محطه الصيانه عشان يدي للناس الاكل ويشوف قطار موجن ده بقى ايه القصه معاه. فهيبص هيلاقي في شيطان هناك تقريبا، ده سريع جدا مسمينه قاطع من كتر سرعته. قافش واحد وعايز بقى ايه، هاتك تعوير فيه. قال له يا عم طب ما تاكله. قال لك لا ريحته وحشه، انا بحب اللي ريحته وحشه اعذبه. ادي جزات اللي ما يستحماش. من الاخر اللي ما يستحماش الشيطان هيطلع له ويعوره مش هياكل. المهم عشير اللهب واقف بكل ثقه كده، ولا هزوا الحركات بتاعته ولا هزوا التحركات السريعه بتاعته. قال له ده اخرك، ده اخرك في الشقاوه. المهم راح رايح قبل ما الواد يقتل قبل ما الشيطان يقتل الواد اللي معاه، راح مقاطع له ايده. الشيطان هيخاف ويجري. قال لك بس انا هروح اشوف مين اللي معامل الاكل اللي ريحته وحشه ده واقتله. راح لمين بقى؟ للبيت الصغيره وستها. عشير اللهب قال لهم خلاص يا جدعان ما تقلقوش انا هروح وراه. الشيطان فعلا بينجح ان هو يمسك البيت الصغيره، بس عشير اللهب ده جه من وراه راح معوره في رجله. قال له بطل تتشاطر على البنات الصغيره وعلى عياله الصغيره، اكبر، عيب عيب. قال له انت قد تعويره دي يا عشير اللهب؟ هو طبعا مش عارف ان هو عشير اللهب بيقول له انت قد تعويره دي يا كابتن. قال له قدها. قال له استحمل بقى اللي هيجرى لك. المهم ساب البيت الصغيره الشيطان وراح لمين؟ للست العجوزه. هو في ايه يا عم؟ ما تخليك محترم، امسك وتخانق مع اللي قدك. المهم الشيطان لسه هيفكر ان هو يضرب او يتخانق مع هشير اللهب ده، في لمح البصر راح مطير رقبته. هشير اللهب راح مطير رقبه الشيطان. قال الموضوع اسهل من ما نحط السكينه في الايه، في الحلاوه. فيجي له الواد ويقول له احنا كده خلاص قتلنا الشيطان اللي في القطر. اللي هو مقطع شيطان؟ ده القطر ما فيش شيطان، صعب جدا. ده اللي كان موجود ده كان موجود كده، شكله كان جاي غلط. وانت هتعمل ايه طيب؟ قال لك انا هروح القطر الصبح. حلو، راح القطر الصبح لقى البيت وامها جايين بقى يقدموا له اللي هي اللحمه اللي بيقدموها دي، ولا الوجبات اللي بيقدموها هديه. قال لهم بص انا هاخد واحده هديه بس هشتري الباقي كله. انا مفكر بقى ان هو يطلع يوزعهم على القطر، لا ده واخدهم عشان ياكلهم كلهم لوحده بس. ودخل بقى تنجيرو واصحابه عشان يشوفوا مين هشير اللهب ده. لو قعد شغال في اكل شغال. الغريبه ان هو كل كميه الاكل دي كلها وما ما بيبانش عليه كرش يا جماعه ولا حاجه. بس هيقابل بقى العيال دي. المهم قال لهم تعالوا اتفضلوا. تنجيرو هيقول له انا عايز اعرف ايه قصه بقى الرقصه اللي انا رقصتها مع ابويا دي علشان اضرب نار بدل الميه. قال له بص انا ما اعرفش حاجه عن الرقصه بس انا ممكن اعلمك، ايه رايك؟ قال له بس كده؟ ده شرف ليا كبير، شرف ليا كبير ان انا اتعلم تحت ايد واحد زيك. قال له بس خلاص انا هنخلص المهمه دي وهنتكل على الله. بيظهر لهم بقى شيطان تاني كده. فالمهم ايه، هو وقف استعرض قوته هشير اللهب وقال لهم ما تقلقوش. المهم راح عامل تنفس اللهب الشكل الاول، هوبا راح مطير الشيطان. قال له طريق السلام انت. المهم بيكتشف ان لسه في واحد تاني، يقول لهم يلا تعالوا معايا. المهم يونسكي ده هيستعجل وهيروح يحاول يضرب الشيطان، بس هشير اللهب هيخاف لحسن الشيطان ده يقتل الايه، الرهينه اللي تحت ايده. هشير اللهب هيروح هيبعد يونسكي، بعد كده هيروح ينقذ الرهينه، بعد كده هيرجع علشان يقتل الشيطان. الله ده جامد جدا يا جماعه. سرعه، نار، ثقه في النفس، يعني حاجه جامده. العيال اصلا واقفه ومش عارفه تلم حاجه منه. المهم هيظهر مشهد كده كلهم نايمين وهتظهر ايد كده غريبه مليانه عيون تقريبا بتنوم الناس، ودي تبع الشيطان بقى. وده شكله الشيطان اللي مسيطر على القطر كله. المهم الشيطان ده شكله كده بيقتل الناس عن طريق ان هو ينيمهم ويدخلهم احلام ويقضي عليهم. يعني مش بيقتلهم ان هو يروح يخش معاهم في خناقه. قال لك لا احنا ندخلهم حلم ونخليهم يقتلوا نفسهم بنفسهم، حلم في كابوس
حلم في كابوس ما يعرفوش يقوموا. تانجيرو بقى هياخد باله من الموضوع ده وهيقول لك ايه ده انا في حلم، انا عيلتي لسه مش عايشه، انا عيلتي خلاص اتاكلت على الله من الموسم الاولاني، انا بعمل ايه هنا؟ قالك بس انا عشان اخلص من الحلم ده هحاول ان انا اقتل نفسي جوه الحلم. وفعلا بيقتل نفسه جوه الحلم وبيفوق، بيلاقي اخت نوزوكو بقى كانت بتحاول انها ايه تصحيه، فهيصحى بقى تانجيرو وهيحاول ان هو يصحي بقى اللي حواليه، بس مش هيعرف، هيسيب نيزوكو معاهم ويقول لهم طب بصي يا حبيبتي حاول انت تصحيهم عقبال ما انا اطلع اروح اشوف قصه الشيطان ده ايه. هيقف بقى معاه الاربع عيال الصغيره اللي هم اصلا كانوا مربوطين معاهم علشان يدخلوا الاحلام بتاعتهم ويخلصوا عليهم من جوه في الحلم. بس تانجيرو طبعا عشان قلبه طيب هو مش هيقتل العيال دي، هيعمل ايه؟ هينيمهم برضه، هيديهم ضربه كده يخليهم يغمى عليهم. المهم تانجيرو هيروح للشيطان ويقف يقول له انت بتنيم الناس ليه؟ قال له يا عم بدل ما اقتلهم وهم ولا اكلهم وهم صاحيين اكلهم وهم نايمين، ايه قصه؟ قال له انت نيمتنا ازاي؟ قال له يا عم شايف التذاكر بتاعه القطر، كل ما الكمساري كان بيقطع تذكره كل ما كانت التعويذه بتيجي على الناس وتخليهم يناموا. قال له يا شيطان يا شيطان، فكر شياطين فعلا. تانجيرو بقى هيبدا معاه الخناقه، فالشيطان ده هيحاول ينيمه تاني، فتانجيرو فعلا بيفقد الوعي ثانيه بعد كده بيرجع تاني، فالشيطان هيستغرب هو ازاي ما بينامش، اتاريه كل ما بيخش الحلم بيقتل نفسه بيرجع تاني، كل ما بيخش الحلم يقتل نفسه ويرجع تاني. الشيطان هيقول علشان كده بقى موزان عايزك، ده انتظار ذكي جدا بقى، ده انا محظوظ ان انت موجود، هقتلك واقتل الناس اللي في القطر، ارجع لموزان اخد دم اكتر ابقى من الناس بقى الايه الاقمار ال 12 لان انا لسه في الاختبارات الاولانيه. المهم تانجيرو هيطير عليه راح مطير رقبته. المهم بعد ما طير رقبته لا ما ماتش، قال له انت مفكر ان الجسم ده بتاعي؟ انت كده بتحلم. قال له بجد؟ قال له قال له ولا حتى الشكل اللي ظهر قدامك ده هو ده الشكل بتاعي، انا دمجت نفسي مع القطر بقيت انا القطر زي احمد السقا كده، انا الحكومه بقى هو القطر. تانجيرو بيقول له يونسكي بقى ينزل يلحق ينقذ الناس علشان الشيطان هو القطر نفسه، الحق عشان ايه؟ هينزل يقتل الناس كلها. تانجيرو هو كمان هينزل عشان برضو ايه يحاول ينقذ الناس. نيزوكو نفس الكلام هتحاول تنقذ الناس. جينيتسي ولا جينوتسو هيفوق ويحاول ينقذ نيزوكو مش الناس عشان هو بيحب نيزوكو ما فمالهوش دعوه بالناس هو دلوقتي. هشيرة اللهب ده صحي وعمل حركه دخل خلص على 3 4 عربيات من الشيطان ده. المهم الهشيرة ده هيقول تانجيرو روح انت واد ابو راس خنزير اقطعوا راس الشيطان وسيبوني انا هحمي الناس اللي في اخر 5 عربيات لوحدي. المهم هيلاقوا فعلا رقبته تبقى في مقدمه القطار، فهيحاولوا بقى ان هم ايه يقطعوها، بس طبعا الشيطان ده بيحاول ان هو طبعا يغطي نفسه فمش هيعرفوا يعملوا له حاجه. المهم هيطلع عيون من كل حته كده وبرضه تحاول تنيمهم. تانجيرو كل شويه ينام ويصحى ينام ويصحى مش عارف يعمل اي حاجه، بس يونوسكي شغال عادي. ليه بقى؟ عشان هو لابس قناع وتقريبا العين هي اللي بتنيم لما بتلقط مع العين التانيه. تانجيرو هياخد ضربه في بطنه فيونوسكي يقول له مش تحاسب مش تاخد بالك. المهم يلا هنتحد عشان ايه نقطع رقبه الشيطان ده. يونوسكي هيضرب ضربه بتاع تنفس الوحش، هيجي بعديها تانجيرو يدي تنفس النار راح قاطع عين الرقبه. المهم الهشيرة ده هيجي عشان يطمن على تانجيرو بقى والواد اللي معاه بعد ما خلاص قتلوا الشيطان ده. هيظهر لهم واحد بقى من الاقمار ال 12 مرتبته تالتة تقريبا، الشيطان ده بقى هيخش عشان يقتل تانجيرو، فالهشيرة ده هيلحقه وينقذه والموضوع بقى هيسخن، هيبداوا يخشوا بقى في خناقه هما الاتنين سوا. الشيطان بيقول له تعال تعال ابقى شيطان زينا، تعال هتبقى كويس. قال له يا عم انت شيطان ولا ايه؟ انا عايز افضل بني ادم زي ما انا. المهم تانجيرو بقى والنسك ده قاعدين يتفرجوا ومش عارفين يخشوا يساعدوه من كتر السرعه بتاعت الخناق. الموضوع ولع يا جماعه، ضرب يمين شمال فوق تحت، مفيش نفس، ما بيقدروش ياخدوا نفسهم. المهم الهشيرة ده هيضرب اقوى ضربه عنده ويخش يحاول ان هو يقتل الشيطان ده وهيحصل انفجار كبير. بعد كده ايه اللي هيحصل بقى؟ هيظهر ان الشيطان ده حاطط ايده في بطنه والتاني بيحط السيف على رقبته بس مش عارف يقطعها، فالشيطان هيحاول ان هو يقتله بسرعه لان الشمس بدات تظهر وكده هو ممكن يتحرق. هشيرة اللهب فضل ماسك فيه علشان ايه الشمس تطلع، بس هو هينجح ان هو يقطع جسمه قبل ما الشمس تيجي ويهرب في الغابه على طول. تانجيرو بقى بيحاول يجري وراه علشان يضربه بس مش هيلحق، وبيرجع تانجيرو ويبص يلاقي هشيرة اللهب ده مات من الضربه بتاعت الشيطان. هيفضلوا بقى كلهم يعيطوا هو وزينوتسو واينوسكو ده الناس دي طلعوا يعيطوا والغراب هيتلف ويعرف الناس هيبقى الناس انه خلاص مات. وبكده نكون خلصنا اول جزء من الموسم الثاني من قاتل الشياطين ارك كتار موجن اللي كان مليان حماس من اللي قلبك يحبه. بس استنى بس لسه اللي جاي نار. لو الفيديو ده عجبك دوس لايك كده من قلبك وشير لاصحابك اللي بيحبوا الانمي وسبسكرايب علشان تشوف بقى الحكايه اول ما تنزل. كل دعم منكم بيرفعني فوق، ربنا ما يحرمني منكم والله. اشوفكم قريب في الجزء الجاي. السلام.